الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في سوريا والمهاجر وفي كل مكان، مرحبا. للأسف الشديد، سوريا ما زالت تنزف دما، وما زال الجرح السوري آه، مفتوحا على احتمالات أكثر إيلاما. ويمكنني القول أنه المرحلة الأولى من الحرب الأهلية السورية انتهت بسقوط نظام بشار الأسد وهروب بشار الأسد إلى روسيا، والمرحلة الثانية من الحرب الأهلية السورية، من المقتلة السورية، بدأت بسيطرة أبو محمد الجولاني وأحمد الشرع على السلطة بمساعدة إقليمية، أبرزها تركيا ودولية، وفي تقدير الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في استلام أحمد الشرع لمقاليد السلطة في دمشق. سأقول لماذا في سياق هذا الحديث، لكن دعوني قبل الخوض في هذه التفاصيل، لأنه يعني يصار إلى إثارة الكثير من الكلام حول الثورات ومشاكل الثورات وآلام الثورات، ومنها الثورة السورية التي كانت في مطلعها ثورة وطنية شارك فيها كل مكونات الشعب السوري، القومية والدينية والطائفية. يعني ما بنلاقي مكون سوري إلا ومشارك على مستوى الناس العاديين، على مستوى النخب، على نخب سياسية، نخب ثقافية. وينبغي أن نعترف أيضا أنه في المقلب الآخر، على الضفة الأخرى، أيضا كان هنالك تحالف من أبناء المكونات المساندين لنظام بشار الأسد. في ظني وتقديري، إذا بنرجع لمسألة المكونات يعني وعلى مستوى النخب، أزعم بأنه في الضفة الكردية وفي الضفة السريانية لم أو بإمكانكم أن تساعدوني في هذا الخصوص، لا يوجد اسم كاتب مثقف مهم يعتد به له وزن في الوسط الثقافي السرياني وفي الوسط الثقافي الكردي كان مع بشار الأسد خلال ال 14 سنة الماضية. بينما يمكن أن نعثر يعني في المكونات الأخرى على وجود وحضور ثقافي، لكن هذا ليس موضوعنا. مقصدي أنه كان هنالك انقسام سوري حاد ما بين أنصار الثورة وأنصار النظام من كل المكونات. الثورة التي اندلعت في سوريا كانت في بداياتها ثورة وطنية، ويعني تعرض كل من شارك في هذه الثورة إلى الظلم والغبن والإجحاف والتشويه والاعتقال، يعني من النظام السوري السابق. هذه الثورة يعني كانت ثورة حرية وعدالة على نظام صادر الوطن من قلب ووجدان وضمير وعقل المواطن السوري. هذه الثورة كانت محاولة إعادة اعتبار للوطن وللوطنية السورية ضد نظام طاغوتي تغنى كثيرا بالثورة هو أيضا، يعني ثورة العمال والفلاحين والثامن من آذار، ومن هذا الكلام الذي نسمعه الآن من أزلام وإعلامي نظام أحمد الشرع أيضا.
التغني بالثورة والقصص، ونحن الثورة ولاك ونحن الدولة ونحن ما بعرف شو. إذا كانت ثورة حرية وكرامة، ولم تكن ثورة مؤمنين ضد كفرة وملاحدة وخنازير وقردة. الآن يصار إلى توصيف هذه الثورة من المكون الأموي أو الأمويين الجدد اللي يتفاخرون بهذا التوصيف على أنها ثورة مؤمنين ضد كفرة. من هم الكفرة؟ يعني معروفين، يعني أبناء الأقليات. وهذه الأقليات إذا جمعناها يعني قد تشكل نصف الشعب السوري إن لم يكن أكثر. يعني هؤلاء هم شعب. نعم، المكون الإسلامي السني هو الأكثر عددا، لكن هذا لا يعطي تفويضا أو شرعنة لأي مكون مهما بلغ عدده أن يتعامل بفاشية طائفية، بفاشية قومية، مع بعقلية الثأر والانتقام، ونحن كنا كذا ونحن كنا ظلمنا وقمعنا وأبدنا ومن هالقصص وهالسرديات اللي أصلا هن بيرفضوا المظلوميات، والآن يتحدثون بكثرة عن المظلومية السنية ويجعلوها منصة للثأر والانتقام من المكونات السورية الأخرى، على اعتبارها أنها مدانة ومتورطة في المظلومية السنية. الثورة كانت ثورة وطنية في بدايتها، وكانت ثورة حرية وشرف وكرامة وعدالة ومساواة. ولم تكن ثورة مؤمنين ضد كفرة. أنا لما ساندت هذه الثورة في بدايتها وحتى مرحلة متأخرة منها، ورحبت بوجود أحمد الشرع في السلطة، ورحبت بسقوط النظام السوري، لم تكن غايتي في هذا الدعم والإسناد الثقافي والإعلامي لهذه الثورة على أنها ثورة مؤمنين ضد كفرة وملاحدة وخنازير وقردة من السردية السلفية الجهادية المتطرفة التي تقال في فتاوى سحق ومحق المختلفين معهم. لم تكن ثورة بني أمية. هذا الكلام يسمعوه منيح ويعني يعملوه حلقة بأذن وبخشم وبكل الأماكن التي يريدونها. لم تكن ثورة بني أمية على بني هاشم في سوريا أقصد، والمقصود ببني هاشم العلويين والشيعة والإسماعيلية والدروز. يعني كل اشتقاقات وتفريخات الصراع ما بين بني هاشم وبني أمية على السلطة بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لم تكن ثورة بني أمية أبدا، وما عاد في شيء في الوجود اسمه بني أمية أصلا. يعني انقرضوا ولن يعودوا. وهذا الفنان الكاريكاتيريست وضعه المزري حاليا هو وضع يعني وحال يعني مثير للسخرية، لما يقول علي فرزات أنه دمشق أموية إلى الأبد، وكمثقف وفنان يعارض منطق التاريخ وذكاء ودهاء التاريخ، وعربية إلى الأبد. إذا تحدثنا يعني لا خلاف على مسألة، حتى هنالك خلاف على عروبة دمشق أيضا، يعني مش بس، لكن القطعي أنه دمشق لن تكون أموية بدليل التاريخ. تعاقبت عليها حقب ومراحل بآلاف السنوات. سلطة بني أمية تشكل فقط 90 سنة من من عمر دمشق. يعني فبيجي بيقول فليقل ما يشاء. يعني لم تكن ثورة بني أمية على
بني هاشم والتنويعات التي كما ذكرت يعني تفرخت من التيار الذي قيل وجرى توصيفه بأن يعني تحزبوا وشايعوا علي بن أبي طالب على أنه الأجدر بخلافة النبي. أبدا لن تكون يعني ولم تكن ثورة بهكذا هوية طائفية يعني مقيتة. كانت شوارع دمشق وقت ذاك وأنتم تعلمون وتدركون تموج بالمتظاهرين الذين تظاهروا في حمص والذين تظاهروا في حماة وفي حلب على امتداد المظاهرات السلمية كلها. ولا يوم حكوا عن سوريا أموية وستبقى أموية ومن الكلام والهري الذي تفوه به وكتبه علي فرزات يعني. أبدا ال 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 الشعارات التي كانت تطرح أنه الشعب السوري واحد، لا فرق بين عربي وكردي، بين مسيحي ومسلم، بمدى إلا بمدى حبه لهذا الوطن الذي يجمعنا يعني ويجمع كل مكونات الشعب السوري. لكن حكام الثورة السورية في مطالعها في بدايتها قالت الشعب السوري واحد، لكن حكام دمشق الجدد يقولون الشعب السوري واحد لكن تحت أحذية الأمويين الجدد. ومن هم الأمويون الجدد؟ هم شرذمة من المتطرفين الذين بايعوا ووالوا داعش والقاعدة والتنظيمات التكفيرية الإرهابية على الأرض السورية وخارج الأرض السورية أيضا. هؤلاء يقولون نعم الشعب السوري واحد لكن تحت أحذية التركستاني والأنغوشي والشيشاني والأيغوري ومن شمال أفريقيا كمان المصري والتونسي والمغربي والجزائري وكل هذه الحشود المتطرفة الموجودة الآن في عصب الدولة السورية، يعني في سلك الأمن وفي سلك الجيش إنجاز أن نصفه بأنه جيش، وهو حاصل تجميع ميليشيات لم تحل نفسها بعد ولم تسلم سلاحها بعد للجيش السوري، تقاتل تحت عنوان الجيش السوري، مثل الفصائل اللي كانت سمت نفسها المدعومة من تركيا بالجيش الوطني، لكن لم يصار إلى دمج وصهر كل تلك الفصائل في الجيش الوطني. تجربة تركيا في الجيش الوطني كانت فاشلة، وتجربتها الآن في جيش أبو محمد الجولاني أيضا فاشلة. إذا حكام دمشق الجدد يقرون بأن الشعب السوري واحد لكن تحت بنادقهم، تحت ظلمهم، تحت فجورهم الطائفي والقتل على الهوية الذي نراه ونشهده بكل ألم وبكل أسف يجوب المناطق السورية الآن في هذه اللحظات. هؤلاء يستحقون أن أسميهم يعني الأمويون الجدد بالمهابيل والمساطيل الذين يتناسون أن أصل وفصل بني أمية هو الحجاز وليس الشام أبدا. يعني هم الأمويون هم ليسوا أبناء الشام الأصلاء، هم وفدوا وحكموا وجرى اقتلاعهم بأيدي أبناء عمومتهم العباسيين، والتاريخ يشهد على هذا الأمر. هؤلاء الأمويون الذين حكموا المسلمين وحكموا الشام على امتداد 90 سنة رجموا الكعبة بالمنجنيقات وقتلوا آل رسول الله،
أبناء وأحفاد وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلوا صحابته أيضا الأمويون. إذا عدتم وأجريتم إحصاء بعدد الصحابة الذين قتلوا في زمن بني أمية، حكم وسلطة بني أمية، وعدد التابعين وتابعي التابعين الذين قتلوا في تلك الفترة، ستحصلون على أرقام مهولة ربما تفزعكم وتفرح المكون الأموي الفرح المنتشي بفرحة استيلائه على السلطة. والتاريخ يشهد. أنا لا أتي بكلام من عندي، أنا كلامي مسند إلى المراجع التاريخية السنية التي أرخت لتلك الحقبة. في تقديري أبو محمد الجولاني أو أحمد حسين الشرع حاول أن يتقمص دور الخميني. الثورة التي كانت على الشاه سنة 1979 كانت ثورة وطنية شارك فيها المسلمون والمسيحيون والعلمانيين واليساريين، كل أطياف ومكونات الشعب الإيراني من كرد وعرب وأذريين وفرس. لكن ماذا فعل الخميني؟ تمسكن، تململ، وعندما تمكن أطاح بالجميع. نفس السيناريو الآن يحاول أبو محمد الجولاني تقمص هذه الشخصية. لكن هل السوريون يعيشون عام 1979؟ وهل أبو محمد الجولاني بتلك القدرة والطاقة والبطش الذي كان لدى الخميني؟ هذا إذن سؤال برسم الأيام المقبلة في حال إذا نجح في مسعى. في تقديري الخميني يمكن أن نعتبره بأنه المعلم لأحمد الشرع، لأنه يعني حركات الإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين الذي تأسس في مصر لم يصل إلى السلطة، بينما الإسلام السياسي الشيعي بنسختها الخمينية وصلت للسلطة في 79. فصار الإسلام السياسي السني يعتبر التجربة الخمينية هي التطبيق العملي لأفكار حسن البنا وسيد قطب. لذلك كان هنالك علاقة حميمة وارتباط وتبعية للإخوان المسلمين وتفريخات إخوان المسلمين والإسلام السياسي السني لإيران. أكراد، عرب، أتراك، الكل كانوا مهووسين بتجربة الخميني في الحكم والإدارة والإطاحة بالخصوم والتمسكن لحين التمكن. إذا ممكن يعني أن يكون ملهم الخميني بالنسبة لأحمد الشرع، ملهم. لكن من المؤسف القول أنه الثورات في كل مكان، والثورة السورية ليست استثناء، تبدأ بشعارات جميلة وطنية تنشد للحرية والعدالة والديمقراطية والمساواة، وتنتهي بأن تمتطيها ثلة من القتلة والمجرمين وأمراء الحرب. هذا ما يفصح عنه التاريخ لنا عن الثورات، والمستفيدين من الطغم التي تمتطي هذه الثورات وصولا للسلطة والحكم. تبدأ بشعارات جميلة وتنتهي بواقع مؤلم. الثورات كما ذكرت جميلة وحالمة في بداياتها، وشديدة الفظاعة والبشاعة في خواتمها. هذا ما يقوله لنا تاريخ الثورة السورية القريب جدا وتاريخ كل الثورات في الشرق الأوسط
العالم. سابقا قبل سقوط نظام بشار الأسد وهروبه إلى موسكو، أزلام وجلاوزة نظام الأسد كانوا يهددون المواطن السوري قائلين: مرعدين، مزبدين، مزمجرين، مهددين، نحن الدولة ولاك، نحن الدولة. الآن أزلام وجلاوزة وخرفان وجرابيع وفئران النظام الجديد، من إعلاميين، من ذباب إلكتروني، من تماسيح إلكترونية، اللي بيضخوا خطاب الكراهية ضد المكونات الأخرى، والإسلام منهم براء، والعروبة منهم براء، والمذهب السني منهم براء، لكنهم يزعمون على أنهم عتاة الحاملي لواء الدين الإسلامي والمذهب السني والعروبة أيضا يعني. لكن هؤلاء لطخوا سمعة العرب والإسلام والمذهب السني بتورطهم في المجازر التي اقترفوها ويقترفوها وسيقترفوها في سوريا الحبيبة. الآن هؤلاء الأزلام يقولون لنا: إذا انتقدنا أحمد الشرع ونظام أحمد الشرع وسياسات أحمد الشرع، اسكت، ولكن نحن الدولة والثورة، والثورة والدولة. أزلام بشار الأسد كانوا يقولون نحن الدولة، هؤلاء يقولون نحن الثورة والدولة، بهالنفس المقيت والقميء من الترهيب الفكري والسياسي والحقد الطائفي الذي ما عاد يطاق. وللأسف الشديد هذا المستوى العالي التوتر من الإحقاد والعنصرية والطائفية يتسبب في خلق ردات فعل معاكسة في الاتجاه، موازية في القوة والشدة لدى المتضررين ولدى ضحايا هؤلاء الذين يحكمون دمشق الآن. هل نحن نعيش حرب أهلية؟ في تقديري نعم. كل المعطيات الموجودة على الأرض من انقسام ما بين الكرد والعرب. لم يحدث الآن صدام مباشر ما بين دمشق والأكراد، وآمل ألا يحصل، لأنه دمشق ستخسر يعني، وأنا أعني ما أقول. لكن هذا النظام الذي يحكم السوريين يعني لم تكد تمضي شهرين على استلامه للسلطة بحجة الفلول ومن هالقصص هي، ارتكب مجازر وما زال يرتكب مجازر في الساحل السوري وفي مدينة حمص والمناطق ذات الغالبية العلوية. والآن اتجه النظام إلى المكون الدرزي أيضا. يعني كل هذه التفاصيل، ويعني الهدوء الحذر في العلاقة ما بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية رغم يعني مساعي التهدئة، لكن هذا الهدوء الهش في تقديري يعني سينفجر آجلا أم عاجلا. يعني سينفجر بضغط من تركيا، بضغط من المقاتلين الأجانب، بطريقة ما سينفجر هذا الهدوء الحذر. كل هذه التفاصيل والأرقام والدماء تفيد وتقول نعم، سوريا دخلت المرحلة الثانية من الحرب الأهلية بمعية وقيادة أحمد الشرع. صفحة يعطي دراسة وضع بسوريا، وكيف طرد الأقليات، وكيف حرب النظام السوري، وكيف إقامة خلافة إسلامية بسوريا. وبالتالي 55 صفحة أعطاها للبغداد 2013. 2017 اشتريت هاي الرسالة من أحد السلفيين ب $600 بجنيف، بس ضليت شاكك أنا بالموضوع، إنه كنت تزبع علي، بس أنا تستاهل الواحد يضحي.
2021 بيروح لعنده الصحافي الامريكي مارتن سميث، بيقعد عنده 3 ايام، يوم اول مره ببين انه لبس جاكيت وكذا، بيقول له وين انت عامل رساله للبغدادي كذا وكذا، قال له انا كان عمري 30 سنه وكنت شاب وهلا غيرت وما عدت مثل الاول وغيرت عقليتي وسوريا ما بتمشي بهالكذا. قال له جيد جدا، وين هي الرساله؟ اعطيني اياها الرساله هيدي الدراسه. قال له كنت على سي دي وضاع السي دي، هي على كل حال 55 صفحه، وقت 55 صفحه انا تاكدت انه اللي باع لي هي نفسها هي الرساله ما كذب علي انه 55. انت موجوده معك حاليا؟ انا معي، بدي اعملها كتاب، هي حتطلع كتاب. نعم قريبا. بيحكي فيه عن طرد الاقليات، بيقول كيفيه طرد الاقليات من سوريا وبلاد المسلمين، بيحددهم الاقليات 7: العلويين، الشيعه، الاسماعيليين، الدروز، المرشديين، الايزيديين، والمسيحيين من سوريا. هيدا بكتاب احمد الشرع، هذا برساله بعطى احمد الشرع دراسه للبغدادي، وعلى اساس البغدادي اوكله انه يستلم هو من الشام كامير لدوله الاسلام في بلاد في داعش، دوله الاسلام في العراق والشام على اساسها، وهو اعترف فيها مع مارتن سميث انه هو اللي كتبها. انا كنت شيء لانه اسلوبه بالكتابه، انا وقت اشتريتها اسلوبه بالكتابه. نعم. وكتبت بكتاب الصراع العباسي الاموي بين داعش والنصره انه عامل رساله جولاني، انا اعتقد بخطه هيدا يعني. بعدها بسنه طلع مع مارتن سميث وقال له انا عاملها ايه بس انا غيرت، وانا غيرت افكاري وكنت شاب، بس الرساله موجوده. قال له وين هي الرساله؟ قال له كنت على سي دي، هي 55 صفحه موجوده بعد المقابله مع مارتن سميث والجولاني ب 2021 بادلب. فانا تاكدت انه اللي اعطاني اياها ما كذب علي، انه هو اللي كتبها، هو اللي كتبها يعني، وحتطلع بكتاب. يعني الدراسه شيء من ما يحصل الان موجود بالدراسه. القتل ممنهج، يطبق كل ما قاله بقلب الرساله. يعني الافقار، حرق المزروعات، من يزرع ارضه يتعلق بها، بيقول هو نزع الملكيات الخاصه ابدا، طرد من المنازل، نهب البيوت بحيث ما يضل حدا، فما عندهم حل الا الموت او الرحيل من الافقار. الكاتب والصحفي اللبناني نضال حمادة في مقابلة مع لبنان أون بثت في 26 أبريل الجاري، ذكر أشياء عن أحمد الشرع. أنا يعني اقتبست هذا المقتطف، وبإمكانكم العودة للحوار مطولا. وذكر أنه مسألة التقاطع والحدس الاستقصائي لدى الباحث ولدى الصحفي عندما يقارب ما بين الأمور. الوثيقة التي حصل عليها، تلك الرسالة التي كتبها أحمد الشرع أبو محمد الجولاني لأبو بكر البغدادي، ويشرح فيها تفاصيل تخليص العالم العربي وسوريا من الأقليات، ويذكر نضال حمادة ما هي المعنية بالمكونات والأقليات كلها، يعني من مشتقات الطيف الشيعي بالإضافة إلى المسيحيين. لا يذكر الأكراد، لا يذكر التركمان، لا يذكر يعني المسيحيين سوريان وآشوريين وروم وكل تفاصيل التركيبة المسيحية، لكن لا يذكر الأكراد. ويشير يعني حمادة أنه كيف تأكد من صحة هذه المعلومة عندما سمع مقابلة الصحفي الأمريكي مارتن سميث مع الجولاني في مطلع شهر نيسان 2021. تلك المقابلة التي يعني عملت ضجة، يعني عبارة عن فيلم وثائقي وحوار مع الجولاني يتناول تجربته. تلك المقابلة عودوا إليها مش بس لكي تتبينوا من صحة أنه الجولاني كتب رسالة إلى البغدادي يشرح له تصوره 50 صفحة
بيحكي فيها عن تاريخ سوريا، تفاصيل المكونات وكذا، وكيفية نقل الجهاد إلى سوريا. وكتبها وهو في السجن، كتبها وهو في السجن. عموما يعني أنتم في أسفل هذا الفيديو راح تشوفوا المقابلة، وأيضا التحرير لما قاله الجولاني. وأكد الجولاني أنه نعم هو كتب شيء من هذا القبيل، أنه والموضوع ضاع يعني في دمشق. لكن ما في شيء بيضيع. هي الصحفي اللبناني اشترى هذه النسخة من هذه الوثيقة وسينشرها في في كتاب. والصحفي اللبناني يقول ما يجري الآن هو التطبيق العملي لتلك الرسالة والمشروع اللي كتبه، مشروع التطهير العرقي اللي كتبه أحمد الشرع في السجن وقدمه لأبو بكر البغدادي. طبعا حاول أحمد الشرع في مقابلته مع مارتن سميث التهرب من الموضوع، واعتبار ذلك أنه يعني فترة شباب وتخلى عن الأمر. دعونا ننظر إلى تفاصيل وتوثيق لما قاله نضال حمادة. أنا عدت لتلك المقابلة، شاهدتها وشفت الجانب التحريري، ونشاهد ثم نعود مرة أخرى. هذا توثيق لما قاله نضال حمادة في أنه استند على مقابلة مارتن سميث مع الجولاني في شهر نيسان 2021. لكن أنا عندما عدت إلى تلك المقابلة والآن ما يجري الآن في سوريا ودور جيمس جيفري، انه جيفري الدبلوماسي الامريكي والمعني بملف سوريا كان يحض الاداره الامريكيه على الانفتاح على الجولاني، وان نمنحه فرصه، نعطيه فرصه ونرى ما يمكن للجولاني ان يفعله. الامريكيين طيله 13 عاما كانوا يتخوفون من مسألة الإطاحة بنظام بشار الأسد، على أن البديل سيكون متطرف. لكن جيمس جيفري يبدو أنه نجح، وهذا الفيلم الوثائقي والمقابلة مع مارتن سميث يبدو أن الإدارة الأمريكية التقطت الأمر وأفسحت المجال ومنحت الفرصة لأحمد الشرع، ولأنه نظام الأسد يسقط ويأتي أحمد الشرع. طبعا الأمريكيين يعني سينسقون وخلف الأبواب المغلقة مع الروس، مع الأتراك، مع الإسرائيليين حلفائهم في المنطقة، لكن ويتابعوا الموضوع عن قرب وعن كثب، ويشوفوا هل فعلا أبو محمد الجولاني صادق فيما قاله لمارتن سميث، أو جيمس جيفري
في تصديره وتسويقه لأبو محمد الجولاني هل كان صادقا أم لا؟ أنه دعونا نجرب الآن. أبو محمد الجولاني هو تحت الاختبار وتحت التجربة الأمريكية. طبعا الكثيرين سعيدين. أتمنى للمراقبين والمتابعين السياسيين والنشطاء أن يعودوا إلى ذلك الحوار تحريريا وبصريا، ويحللوا بتأني وحذر وبلؤم صحفي لكي يدركوا حقيقة ما يجري الآن في سوريا. رأيي وتقديري إن محمد أحمد الشرع أبو محمد الجولاني يعني يحاول أن يمثل يعني على السوريين. ورأينا في الأيام الأولى من هروب بشار الأسد وسقوط نظامه كيف تقرب مقاتلو جبهة النصرة ومن المسيحيين، يعني هذا كله في إطار التقرب من الغرب، على اعتبار أنه الغرب مسيحي وصليبي وما بعرف شو. فالتقرب من المسيحيين هو مدخل لطمأنة الغرب، مش لطمأنة المسيحيين أبناء البلد، لا. لأنه إذا الكنيسة الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو السريان أو الكنائس المسيحية الموجودة في سوريا والممثلة في سوريا إذا تقدمت بعرائض وبرسائل وبإمكانها أن تحشد الغرب ضد النظام السوري الجديد، فمقاتلو أحمد الشرع صاروا بيروحوا وبيسلموا على المسيحيين في حواري حلب ذات الغالبية المسيحية، وبيتصوروا مع أشجار الميلاد، وبتطلع بنت كذا وبتتصور مع الشرع سافرة أو مع المقاتلين والقصص هي، وضخ هذه الفيديوهات وهذه الصور على السوشيال ميديا في الفترات الأولى، في الأيام الأولى التي سيطروا فيها على حلب وعلى حمص وعلى حماة وصولا إلى دمشق. تتذكروا يعني الموضوع لم يمضي عليه سنوات، يعني أشهر، عملية أشهر. يعني في الأيام الأولى هكذا كان حال نظام أحمد الشرع، ويمهد لنفسه كي يصل إلى دمشق. تقربوا، توددوا للمسيحيين في حلب وفي دمشق وحمص، ورأينا أن هؤلاء المقاتلين يصورون الفيديوهات ويبثونها على أساس أنه خلاص نظام أحمد الشرع غير مخيف، مش بعبع، مع التعددية ومعتدل ومنفتح. وأبو محمد الجولاني تغير. أبو محمد الجولاني صار يلبس ملابس رسمية وشذب لحيته ويتكلم بعقلانية وعمل مراجعة لنفسه. هذا الانقلاب المفاجئ، الناس بتتغير يعني مش بانعطاف حادة، سنوات، يلزمها سنوات حتى تراجع وتغير نفسها. حتى هذه اللحظة بتشوفوا يعني نظام أحمد الشرع ارتكب مجازر في الساحل السوري وفي حمص. إذا أجرينا إحصاء عدد المسيحيين في تلك المجازر يعني ينعدوا على الأصابع، وعدد الضحايا المسيحيين من استلام أحمد الشرع للسلطة وحتى الآن كمان يعد عن الأصابع. الضحايا علويين ودروز وأكراد وعرب من مكونات قوات سوريا الديمقراطية، مسيحيين قلة قليلة. حتى الآن نظام أحمد الشرع المقاتلين الأشاوز الجهاديين يحافظون على ضبط النفس في التعامل مع المسيحيين، لكن هذا الضبط أيضا في تقديري هش. يعني هم الآن متفرغين
العلويين الكفرة وفق فهمهم الطائفي المقيت، والدروز الكفرة وفق فهمهم الطائفي المقيت، والكرد الملاحدة الكفرة والصهاينة وفق فهمهم العنصري والطائفي المقيت. يعني بيطلعوا للكرد بعينتين، مش بعين طائفية، بعين طائفية وبعين قومية عنصرية، بينما بيطلعوا لأنه باقي المكونات الأخرى عرب مختلفين في الطائفة، متفقين ومشتركين في القومية، في الإثنية. هؤلاء المقاتلون منفلتون أمام هذه المكونات لكن منضبطون مع المسيحيين الكفرة وفق توصيفاتهم. هم يعني جبهة النصرة والميليشيات التابعة لها. في تقديري هذا الانضباط مع المسيحيين والكرد أيضا مؤقت، وإذا استقرت جولة الاشتباكات مع الدروز بطريقة أو بأخرى أو بتسوية، سيتجه الشرع نحو الكرد. وفي المواجهة العسكرية مع الكرد سيتلقى نظام الشرع، وهدلون الموجودين على السوشيال ميديا يسمعوا ويفتحوا أذنيهم. في المواجهة العسكرية مع الكرد سيتلقى نظام الشرع دعما إسلاميا من كل الجماعات المتطرفة في العالم. وقت ذاك سيحل نظام الشرع محل تنظيم داعش الإرهابي في موقفه، تنظيم داعش ضد الكرد. نفس السيناريو راح يتكرر. الهمجية والبربرية اللي كان يتعامل فيها تنظيم داعش الإرهابي من سبي وقتل وتدمير وسحق ومحق من 2014 لغاية سقوط داعش، هذا الدور سيناط بنظام أحمد الشرع، وأنا لا أتمنى أن يصل بهم الحال إلى هذا الدرك، لأنه يعني سيدفنون وسيلقون جزاءهم في الدنيا والآخرة. كما ذكرت سيحل نظام أحمد الشرع محل تنظيم داعش لجهة مهاجمة الكرد، وسيفشل في معركته تلك، وستكون مطحنة لهم، مطحنة أخيرة يعني. ويعني مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية ما رح يكونوا مارشميلو على شفاه وألسنة وبين أسنان التركستاني والأنغوشي والشيشاني والجولاني والأردوغاني. على أي حال، حاصل قولي لمن يريد أن يرى بعينه وعقله وقلبه، أحمد الشرع في تقديري ممثل مسرحي فاشل، نجح في خداع السوريين والعرب والغرب بشكل مؤقت، ويتكشف وجه نظامه القبيح والمشوه أمام السوريين والعرب والعالم، ومن الآن فصاعدا. يعني أي واحد بيحاول يلتمس الأعذار لهذه الحكومة ويقول فلول وملول من القصص، هي الفلول قلتموها في الساحل السوري، في معركتكم مع الدروز كمان راح تقولوا فلول، في معركتكم المرتقبة واللي بتحرضوا عليها ضد منطقة الجزيرة والكرد راح تقولوا فلول. يعني هذا الكلام ما عاد ينفع في التماس الأعذار والتبريرات، تثبيت أركان الدولة، وهذا شيء طبيعي، هذا شيء مو طبيعي، وهذا شيء يعني يحرض على الانقسام، لأنه خلاص ما عاد في ثقة، يعني لا ثقة بدولة بشار الأسد ولا ثقة بدولة أحمد الشرع. كل مكون سيحاول أن يرى لنفسه ملاذا آخر، خيارا آخر، مع الأسف الشديد غير خيار سوريا التي طمحنا إليها وسعينا إليها وثرنا على نظام الأسد
من أجل تحقيقها، وهي سوريا العدالة والديمقراطية والمساواة، مش سوريا بني أمية كما بيحلم علي فرسان. بالمحصلة في تقديري كل هذه التفاصيل هي مرحلة مؤقتة مؤلمة دامية، يدفع ثمنها الأبرياء من المواطنين السوريين. نعم، هذا واقع مؤلم ومحزن ومؤسف، لكنه مؤقت بكل التفاصيل. يعني ستتوقف هذه المطحنة الطائفية العنصرية المقيتة في لحظة ما، لن تستمر إلى ما لا نهاية. المشرفين على هذه المطحنة سيتعبوا من القتل، يعني رح يشبعوا من الدم ومن القتل وبيتعب، سواء مع الدروز أو مع المسيحيين أو مع العلويين أو مع الكرد. سيصل بهم يعني لحظة تأمل وتأني ومراجعة. يعني إلى متى سنبقى يعني ننهش كالوحوش الضارية في لحم مكونات الشعب السوري، ونزعم الوطنية ونزايد، وبيطلع لك يعني يعني الوجوه الإعلامية التي حلوا محلون الشبل. يعني ما بعرف إذا ينطبق الوصف على شو اسمه هذا موسى العمر، أنه يعني رحلت لون الشبل عن عالمنا بنظامها، وحلت لون الشبل جديدة بنظامه الجديد محل النظام القديم. ويبدو أنه النظام الجديد هو إعادة إنتاج مشوهة ورديئة لنظام بشار الأسد العنصري والطائفي أيضا، والذي اقترف في حق السوريين جرائم كان ينبغي لأحمد الشرع ألا يقترف مثيلا لتلك الجرائم الأسدية. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.